السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا أصدقاء في قناة أساطير خالدة. شخصيتنا اليوم هي مجاهد من مجاهدي ثورة أول نوفمبر المبجلة، وشهيد من شهدائها العظام. إنه البطل الشجاع والمقدام الشهيد مصطفى بن بولعيد رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه إن شاء الله. وهو شخصية ثورية وقائد عسكري جزائري، ويعد أحد قادة الثورة الجزائرية جبهة التحرير الوطني. لقب بأسد الأوراس وأب الثورة. كان له دور مهم كقائد عسكري في مواجهة الاستعمار الفرنسي، كما كان قائدا سياسيا محنكا يحسن التخطيط والتنظيم والتعبئة. كما امتلك رؤية واضحة لأهدافه ولأبعاد قضيته وعدالتها، وكان يتحلى بإنسانية إلى جانب تمرسه في القيادة العسكرية والسياسية. ولد مصطفى بن بولعيد رحمه الله في يوم 5 فبراير سنة 1917 ميلادي في قرية إنركب المعروفة باسم الدشرة ببلدية آريس ولاية باتنا، من عائلة أمازيغية شاوية ريفية ميسورة الحال. والده يدعى محمد بن عمار بن بولعيد، وأمه أبركان عائشة، وينتمي إلى قبيلة أولاد تخريب من عرش التوابة. كان أبوه يمتهن التجارة ومعروفا بالورع والتقوى، فقام بتقديم ابنه للشيخ محمد بن ترسية الذي لقنه القرآن الكريم، ثم وجهه إلى الدراسة في مدينة بابل، حيث تحصل على شهادة التعليم المتوسط باللغتين العربية والفرنسية بمدرسة الأمير عبد القادر حاليا، والمعروفة بالأهالي سابقا، غير أن كره والده للإدارة الفرنسية وخوفه من تأثر ابنه بثقافتها جعلاه يوقفه عن الدراسة وأعاده إلى آريس ليمد له يد العون في التجارة والفلاحة. وأثناء ذلك كان يتردد يوميا على شيخ يدعى خضير في قرية أفرة لقراءة كتب السيرة النبوية الشريفة وسيرة الخلفاء الراشدين، وكان شغوفا بذلك ومهتما بتلك المثل العليا، الشيء الذي جعله يتشبع بالأخلاق الحميدة وتعاليم دينه السمحة. واستمر الشهيد مصطفى بن بولعيد في مساعدة والده حتى توفي سنة 1935، فتولى مهنة أبيه وتكفل بإعالة عائلته، وداوم إلى جانب ذلك على ملازمة الشيخ خضير والتعلم منه. انخرط في نادي آريس الذي يحمل عنوان نادي الاتحاد، والذي أسسه الشيخ عمر دردور تلميذ الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله. وأثمر هذا النادي ببناء مسجد يسمى اليوم مسجد ابن بولعيد، وبقي يتعلم وينشط به حتى أواخر سنة 1936 ميلادي، مع نهاية سنة 1936 ميلادي شد بن بولعيد رحاله مع أخيه عمر إلى فرنسا، واستقر بمدينة فيلري بعمالة ميتس للعمل بالتجارة، وهناك اندمج مع إخوانه المهاجرين الذين انتخبوه رئيسا لنقابة العمال. لكن غربته لم تدم أكثر من سنة، حيث عاد بعدها إلى مسقط رأسه وإلى نشاطه الأول المتعلق بالفلاحة والتجارة. وفي بداية 1939 ميلادي استدعي لأداء الخدمة العسكرية بتكنا بجاية حاليا، فأظهر تفوقا عسكريا ومجهودا كبيرا، وأنهى الخدمة العسكرية بشهادة شرفية. كما تنقل إلى بالثكنة العسكرية في سطيف سنة 1942 ليعود بعدها إلى مسقط رأسه ويستأنف عمله ويتزوج من عائلة بن مناع، وينجب على مر السنين 6 ذكور وبنتا في سنة 1943. ثم
استدعي مجددا للخدمة العسكرية كاحتياطي في جامعة.